يا مساء السعادة والجمال وكل الحاجات الحلوة. لو زهقانين وتعبانين ومكسلين تقدروا تعملوا التتبيلة دي. بجد تتبيلة تحفة من سهولتها، بجد هتعتمدوها في كل التتبيلات بتاعتكم. يلا بينا مع بعض نبتدي ونشوف مكوناتنا ايه. اول حاجة جبت دبوسين من دبابيس الرومي، فتحتهم كده بالسكينة، بس بعمل كده كام فتحة عشان بس التتبيلة توصل لحد جوه كويس جدا جدا. معانا طماطمايه، فلفلايه، بصلايه، معلقه من الصلصه و4 فصوص من الثوم، ومعانا كمان ربع كوبايه من دبس الرمان، تلت كوبايه من الزيت، معلقه ممسوحه من الملح، معلقه صغيره فلفل، كمون، كزبره، بابريكا، رشه صغيره من الجنزبيل والقرفه. كل المكونات دي هتتحط مع بعض في الخلاط، فمفيش بجد اسهل من كده. كله هنحطه مع بعض كده في الدورق بتاع الهاند بلندر. بجد التتبيلة دي من سهولتها وبساطتها ممكن تعمليها مع أي نوع من اللحوم، من الأسماك، من الفراخ، من أي نوع شغال معاكي. بجد هي سهلة جدا. كل المكونات نزلنا بيها في الخلاط، والتوابل وكل حاجة نضربهم بقى كويس جدا جدا. عايزاهم يكونوا بيوري، مش عايزة فيهم أي كتل أو قطع كده علشان ما تتحرقش في الفرن. هنزل بقى بالتتبيلة بتاعتي على دبابيس الرومي بتاعتي اللي طبعا متنضفة كويس جدا ومغسولة وشرحناها كده تشريحات بسيطة، ونعمل لها كده مساج خفيف جدا. انا هنا مسرعة الفيديو شوية، لكني كنت بعمل مساج كده خفيف، وبدخل كده التتبيلة بايدي جوه الفتحات اللي عملناها مع بعض بالسكينة. مهمة جدا جدا الخطوة دي. التتبيلة دي هتتساب في التلاجة أقل حاجة لمدة 2-3 ساعات، ولو من قبلها بليلة طبعا تبقى حلوة جدا. أنا سبتها من بالليل واشتغلت فيها تاني يوم على الغدا. برضو انا بعمل بدخل التتبيله كويس جدا جدا علشان انا عايزه اللحم من جوه كمان يبقى طعمه حلو ويبقى شارب من التتبيله. ده كده كان تاني يوم بقى. جبت كيس حراري وحطيت فيه دقيق، بدرته بالدقيق علشان ما يلزقش في الجلد، ودخلت بقى الدبابيس بتاعتي جوه الكيس الحراري، وعملت فيه كده فتحات بسيطه بالسكينه علشان بس الكيس بتاعنا ما يفرقعش جوه الفرن، وينزل بقى كل السوائل اللي جواه. انا عايزه الكيس يفضل حابس السوائل علشان يسوي لي الدبابيس بسرعه. دهنت كده فرشه زيت في الطاجن بتاعي، وحطيت الدبابيس بتاعتي على فرن متسخن من قبل على درجه حراره 220. وهي في الفرن كده حضرت بقى شويه رز بالشعريه خطير من بتاعنا. حمرت الشعرية في معلقة سمنة ومعلقة زيت. أنا بحط كوباية من الشعرية، كوباية كاملة على كوباية رز. حمرت الشعرية، طبعا في ناس بتحب الشعرية متحمرة شوية، وفي ناس بتحبها متوسطة، وفي ناس بتحبها غامقة، يعني احنا بنحبها متوسطة شوية كده. بقلب فيها تقليب مستمر لحد ما تاخد اللون المطلوب. بعد كده بحط عليها بقى الرز، برضو بديله كده تحميرة كده مع السمنة والزيت لحد ما يتشمع تماما، وبعدين بنزل عليه بمقدار المية المظبوط. هنا بقى كنت بعمل كده شوية ملوخية، غليت الشوربة وبعدين حطيت الملوخية وعملت الطشة طبعا، بس للأسف الكاميرا فصلت. قدمت بقى الدبابيس الديك الفظيعة جدا مع الرز بالشعرية الخطير ومع الملوخية. بجد الوجبة دي كانت تحفة جدا جدا. بصوا بقى قد ايه اللحمة بتاعته دايبة وخطيرة. بصوا يا جماعة، بجد 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 كان رهيب وطعمه حلو جدا، والتتبيلة بتاعته تجنن. استنيكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم فيه. ولو وصلتوا لآخر الفيديو شكرا جدا انكم تابعتوني للآخر.